انت بركك حابها مزروبه، انت اللي كان مقلق. وشنو تعامل مع الله برك؟ قول لي يا ودي شوف هذه فيها خير، حبسنا ربي والله ما على بالنا واش كاين، خليها لله تبارك وتعالى. خلاص طحت اون بان هنا، بالك كنت راح نزيد شويه كنت راح ندير اكسيدون، ربي طيحني اون بان هنايا. ما تعرف هذه دنيا، احنا شوف ناكلوا في روحتنا، احنا بشر. بصح المفروض واش يدير الانسان؟ يقول انا ندير اللي عليا وندير السبه، ومولاها شكون؟ الله. ارحم بيا من امي ومن ابي ومن نفسي انايا، خليها تمشي، وكل شيء عنده بقدر. وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيء وهو شر لكم. علاش قلنا الكلمه هذه؟ قلنا شحال من حاجه تبالكم بيضه هي كحله، خاطر حنا عميين، حنا ضعاف ما نعرفوا والو. وشحال من حاجه كحله وهي بيضه، ما تعرفش الخير وراه انت. اول حاجه تتعامل بالقضاء والقدر، عارف شكون هو هذا؟ ربي هذا شكون هو؟ يديرها لك زكاره، كاش ما عندك تسلو، كاش ما يسلك، كاش ما حاجه، كاش ما رحيم بك سبحانه وتعالى. والله غير رحيم بك خير من نفسك انت، والله ما ترحم روحك بروحك. حنا ربي كي خلانا روحتينا نسينا واش درنا، ولينا نقطعوا في اللحم تاعنا، نوشموا نتقبوا نديروا كلش، ولينا نفسنا ضريناها، نفسنا ما حملناهاش. بصح كي يرحمنا هو واش قالنا ما توشموش، ما ديروش، اصبروا، ما تكيفوش، حبس صحتك كذا. هو يخمم، هو راه يعني يعتني بك خير من يتخمم انت في روحك. وعلى هذه لازمنا كي نتعاملوا مع الله نتعاملوا معاه انه رحيم وحكيم سبحانه وتعالى. كي يحط لك الحاجه يحطها في مكانها، وكل حاجه راهي تتحط في وقتها. ثم شوف عليم خبير سبحانه وتعالى. اذا الايمان بالقضاء والقدر هو القوه والطاقه الكبيره اللي يعيش بها الانسان في هذه الحياه. انا نقول لك واحد الحاجه، الاحلام ما راحش تصنع الرجال. واللي يكذب على روحه في الاحلام هكذا يقول لك انا ولا نبدا ندير هذيك وندير هذيك، وراك تحوس عليها باللي راهي جايه مفرشه بالخضر. انا نقول لك واحد الكلمه، غير انسى، ربي يعافيك على كل حال وما يقدر لك غير الخير، بصح غير انسى. اذا واش دير؟ لازم توجد روحك في هذه الحياه بان ربي سبحانه وتعالى ممكن يقدر عليك اي حاجه في اي لحظه، راح يقدر عليك الله عز وجل اي حاجه. اذا انت واش راح دير؟ راح تقول انايا راني نتعامل مع رب رحيم، وكل حاجه جات من عند الله سبحانه وتعالى الا وفيها حكمه وفيها رحمه. احنا ممكن نعرفوا ممكن ما نعرفوش، ممكن نعرفوا هذيك الحاجه ممكن ما نعرفوش. وهذو ما كامله. كاينه واحد السوره احنا نقراوها كل جمعه واسمها سوره الكهف، ياك هكذا. هذيك سوره الكهف هذيك الدرس نتاع الحياه نتاعك، برك انت ماكش فاهمها برك. هذيك هي الحياه نتاعك اللي تعطيك درس ما تنساش في الحياه. شوف ربي عز وجل حكى لنا واحد الحكايه فيها، وقال لنا الخضر راح معاه موسى عليه السلام، راحوا صراو لهم 3 لقطات، صراو لهم 3 حكايات، ربي كيحكاهم ماشي لعبه. هذوك هما الحياه نتاعك، هذاك هو الايمان بالقضاء والقدر. شوف الحكايه الاولى، لقاو الناس عندهم سفينه، دخلوا في البحر.